السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبذير 100 مليون خبز في شهر رمضان. كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أن التبذير يكثر خلال شهر رمضان بسبب اللهفة الزائدة لدى بعض المواطنين. وأضاف الوزير على هامش إطلاق حملة الوطنية ضد التبذير أن وزارة التجارة تعمل على توفير كل السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان المعظم، داعيا المواطنين إلى الاستهلاك العقلاني فقط. وأشار وزير التجارة إلى أن مصالح التجارة تعمل على محاربة معركة التبذير، أين تم تسجيل تبذير 100 مليون خبز خلال شهر رمضان، بالإضافة كذلك إلى تسجيل تبذير 900 مليون خبز سنويا ترمى. وفي سياق صلة أكد الوزير أن كل المواد الغذائية متوفرة في المحلات والأسواق، مؤكدا أن أعوان الرقابة يعملون من أجل مراقبة الأسعار وتفادي الاحتكار. لمزيد من الأخبار تابعونا.